قرارات كتبدل نهارك وكاين قرارات كتبدل حياتك كامله. صفيه ما كانتش عارفه ان الحاجه اللي تسلفتها باش تفرح ليله وحده وتبان قدام الناس بصوره احسن غادي تكون سبب في واحد السلسله ديال الاحداث اللي ما كانتش تتخيلها نهائيا. شنو وقع؟ كيفاش خطا واحد بسيط قدر يقلب حياتها وحياه راجلها راسا على عقب؟ الا كنتم مستعدين خليكم معايا ونبداو احداث فيلم لبس قدك يواتيك. فيا ومحسن عرسان جداد، يلا راجعين بشهر العسل وبداو كيبنيو حياتهم من الصفر. محسن شاب طموح خدام عند عمو في الشركه وكيكمل الدكتوراه ديالو، وكل تفكيره كيفاش يضمن مستقبل مزيان ليهم بجوج. اما حبه لصفيه واضح، كيدير المستحيل باش يرضيها وما يقولش ليها لا. ولكن من الاول كيبان ان الحياه بيناتهم ما غاديش تكون سهله، حيت فاش رجعوا غير انه ما داهاش تغدى في الريستو خلقات نقاشات وخلاف بينهم. مشاو عند الام ديال محسن اللي كانت عيطات ليهم الغدا، وبحكم الام ديالو كطيب في العراسات الغدا كان من الماكله اللي جابت معاها من الخدمه ديالها. كلشي كان كياكل فرحان غير صفيه اللي ما عجبهاش الحال وبنت عليها انها ما متقبلاش داكشي. حتى اخت محسن لاحظت هذا الشيء وقالت ليها باللي قبل ما تزوج كانت كتاكل من نفس الماكله حيت كانت جارتهم. صفيه ما جاوباتش، ومن بعد طلبت من محسن الفلوس باش تخرج تلاقى مع صاحبتها، هو يعطيهم ليها وخلاها تمشي. من بعد خرجت تلاقى مع صاحبتها عائشه، وبين ما عائشه كتسولها على الزواج وشهر العسل بدات صفيه كتشكي من حياتها جديده، واعترفت ليها انها تزوجت بمحسن غير حيت هي مقتنعه ان الدكتوراه ديالو غادي تفتح ليه ابواب النجاح والفلوس، وانه ما غاديش يبقى طول عمره خدام عند عمو. وبلا ما تضيع الوقت شدت الفلوس ديال العرس ودخلت تخسرهم على الحوايج. عائشه حاولت ترد ليها العقل وتنبهها انها كتخسر الفلوس بزاف، ولكن هي مصره تصرف وتعيش بالمظاهر اكثر من الامكانيات ديالها. في العشيه رجعت صفيه للدار وكيبان مره اخرى الفرق الكبير بينها وبين محسن. هو كان كيحاول يرضيها ويهتم بها، ولكن هي ما كانتش راضيه وكتعامل معاه بتعالي وبرود. في الليل بدات كتسولو على عمو وكيفاش ولا لاباس عليه وهما لا. شرح ليها محسن ان عمو ما تزادش غني، بل بدا من الصفر وخدم على راسو سنين حتى نجح وتزوج بنت من عائله ميسوره. ولكن الجواب ما عجبش صفيه وبقات كتقول ليه الزهر لما نعطاه الله. ومن بعد بدات موضوع ديال بنت عمو حنان اللي كتسير الشركه، ومحسن وصفها باللي متواضعه وظريفه، ولكن صفيه حست بالغيره وما عجباش الحال. في الصباح مشى محسن للخدمه وعيطت ليه بنت عمو حنان وعطات ليه هديه العرس على شكل مبلغ مالي. محسن فرح وفكر انه يستغل الفلوس في حوايج كانوا محتاجينهم في الدار، شرا المواعن وداكشي كاع اللي كان ناقصهم، ورجع للدار وهو متحمس انه يدير لصفيه مفاجاه. ولكن رد فعلها جا عكس داكشي اللي كان متوقع. منين شافت المشتريات ما فرحاتش بهم، وبالعكس بدات تغوت عليه وكتعاتب فيه حيت كانت بغاتو يصرف كاع دوك الفلوس عليها ماشي على الدار. جهه اخرى تلاقات صفيه بصاحبتها عائشه اللي قالت ليها باللي صادفت الدنيا وحده كانوا كيعرفوها منين كانوا صغار. عائشه قالت ليها باللي تزوجت براجل لاباس عليه ولات عايشه في فيلا ولابسه الذهب من راسها حتى رجليها، وعرضت عليهم انهم يجيو يزوروها في اي وقت. هاد الهضره خلات صفيه تحس بالغيره وما قدرش تخبي الانزعاج ديالها، فقالت لعائشه يمشيو عند دنيا باش تشوف بعينيها كيفاش ولات عايشه. في هذا الوقت محسن كان عند الام ديالو اللي نصحاتو باش انه يفكر يشري في السكن الاقتصادي باش يبدا يبني مستقبله بشويه بشويه. ولكنه جاوبها باللي صفيه عمرها ما غادي تقبل تسكن في بلاصه بحال هادي. وهنا دخلت الاخت ديالو وقالت لي علاش ما تشوفش ليها شي خدمه حتى هي باش تعاونك. من بعد ام محسن طلبت من حنان تشوف لصفيه شي خدمه، وفعلا حنان عيطت لمحسن وقالت لي بلي كاين منصب شاغر في الشركه وباغيين صفيه تخدم معاهم. محسن فرح بالخبر وحس ان هذه فرصه باش يخفف عليه المصاريف. في نفس الوقت اخت محسن لقات لصفيه خدمه مع تريتور وهي طويان البريوات، وقالت ليها باللي فيها مدخول مزيان، ولكن صفيه رفضت من الاول وقالت ليها باللي ان هذا النوع ديال الخدمه ما تعجبهاش. في العشيه قالت لمحسن على الموضوع وقال لها باللي لقى لها خدمه احسن في الشركه، ولكن هي ما عجبهاش الحال وتعصبات ورفضت فكره انها تخدم تحت اداره بنت عمو، وتحول النقاش لمشكل.
لدرجة أن قالت ليه إلا ما قديتيش عليا علاش مزوج بيا. في الصباح مشات صفية مع عائشة عند دنيا، ومنين وصلوا تفاجئوا، الفيلا كبيرة، الخدامة وكل شيء منظم. دنيا خرجت تسلم عليهم هي لابسة الذهب، وبدات كتشارك معاهم تفاصيل حياتها بلي مزوجة براجل لاباس عليه ذهيبي كبير عليها في العمر، وهي الزوجة الثانية ديالو، ولكن عايشة معاه فرحة ونعيم. هذا المشهد خلى صفية تحس بالغيرة، وبالنسبة لها هذه هي الحياة اللي كانت كتحلم بها، فلوس، فيلا، مظاهر بلا حساب. وفي الليل رجعت للدار وبدات كتعاود المحسن على كل شيء وكيفاش دنيا عايشة حياة مرفحة، وبقات كتقارن بين حياتها وحياتهم. منين وصلت الدعوة ديال العرس حنان بنت عمو، صفية ما بقاتش كتشوف غير العرس، بل شافت فيه فرصة باش تبان هي أحسن وحدة في العرس، وحتى أحسن من العروسة. شدت عائشة ومشاو كيقلبوا على تكشيطة، ولكن لا الثمن ناسبها ولا الموديلات عجبوها. كل حاجة كانت كتشوفها يا إما غالية بزاف يا إما ماشي الذوق اللي بغات. ومع إصرارها أنها تبان في مستوى أعلى من إمكانياتها، قررت أنها تمشي عند دنيا. ومن بعد ما شرحت ليها الموقف طلبت منها تسلفها تكشيطة والذهب باش تلبسهم في العرس. دنيا وافقت وعطت ليها تكشيطة وسنسلة، وهنا صفية حست أنها أخيرا غادي تدخل العرس بالصورة اللي كانت حلمة بها. أخيرا جا النهار ديال العرس، صفية تقدات ولبست تكشيطة والسنسلة اللي تسلفت من صاحبتها، وبقات كتشوف راسها وعجبها الحال، وبقات كتصور وكتستمتع بالشكل اللي ولات عليه. ومن بعد ركبوا في الطاكسي ومشاو للعرس، ولكن مجرد ما وصلوا وهبطت صفية من الطاكسي وقع داكشي اللي ما كانتش متوقعاه. مدات يديها لعنقها وما لقاتش السنسلة. في ثواني قليلة تبدل الفرح للخوف وارتباك. طلبت من محسن يجري يقلب في الطاكسيات، وهي رجعت للدار تقلب وقلبها عامر خوف، ولكن بلا نتيجة. السنسلة اختفت والعرس ما حضروش ليه. وهنا صفية بدات كتنهار، كانت خايفة كيفاش تردو لدنيا، وهي خصوصا كانت موصياها تحافظ عليه مزيان. ومن هذه اللحظة بدات أصعب مرحلة في حياة صفية ومحسن. قلبوا على السنسلة في كل بلاصة ولكن بلا فايدة. باش يعرفوا شحال خاصهم يعوضوا مشاو عند هايبي، وهنا كانت الصدمة الكبيرة. الثمن ديال السنسلة وصل ل10 ديال المليون، رقم ما كانوش حتى قادرين يتخيلوا كيفاش يوفروه. وفي نفس الوقت كانت الدنيا كتعيط لصفية، ولكن صفية كانت كتهرب وكتكذب عليها كل مرة، حيت كانت خايفة تعرف الحقيقة وتتبعها قانونيا. ومع تزايد الضغط محسن خدا قرار خطير، هز فلوس من الشركة على أمل ياخد قرض من البنك ويرجعهم. وبالفعل شراو السلسلة وردوها لدنيا كأن شيئا لم يقع. ولكن المشكل الحقيقي عاد بدا فاش البنك رفض يعطي المحسن القرض، وحنان اكتشفت اختفاء الفلوس وعرفت باللي محسن اللي سرق. وهكذا في غمضة عين خسر محسن خدمته وبدات حياتهم كتدخل في دوامة مشاكل. من بعد ما فقد محسن خدمته ولا الكرا صعيب عليهم يخلصوه، وما كان قدامهم حتى حل من غير انهم يرجعوا يعيشوا مع الام ديالو واختو. هاد المرحله بدلت صفيه بزاف. البنت اللي كانت كتقلب غير على المظاهر ولات كتواجه الواقع لاول مره، وحست بالذنب وقررت انها تحمل المسؤوليه وتوقف مع راجلها. وقالت ليه يركز في الدكتوراه ديالو، هي غادي تخدم وتعاون حتى تدوز هاد الازمه. ومن هنا بدت رحله جديده في حياتها، ولات كتخدم مع اختو في طيان البريوات، كتنقي الديور، كتصبن وكتحك المواعين وكتغسل الزرابي. اي خدمه كتلقاها كانت كديرها باش توفر مصروف للدار. اما محسن فتفرغ للدكتوراه ديالو على امل الخروج من هذه الازمه اللي قلبات حياتهم. نهار كانت صفيه خدامه في واحد المناسبه، وتماك شافتها دنيا، ودنيا تفاجأت من الحالة اللي ولات فيها صفية، من بنت كتلبس مزيان وكتبان مرتاحة لوحدة خدامة في ديور الناس. قربت منها وبقات كتسولها على شنو وقع وكيفاش تبدلت حياتها بهذا الشكل. ومع الضغط ديال السؤال اعترفت صفية بالحقيقة كاملة، السلسلة اللي ضاعت منها وكيفاش شراتها ب10 المليون. ومن تما بداو المشاكل اللي قلبت حياتها هي ومحسن. دنيا سكتت شوية وهي تقول لها الحقيقة اللي صدمتها، أن السلسلة ماشي ذهب وما كتسوى حتى 10,000 ريال، وكانت عطاتها ليها غير حيتاش عزيزة عليها. في ديك اللحظة صفية فهمت أن كل شيء اللي وقع كان سوء تفاهم وخوف من الاعتراف بالحقيقة، والثمن كان حياتها كاملة.
فيلم لبس قدك يواتيك كيعطي قصة درامية بسيطة ولكن فيه رسالة قوية كيبين كيفاش المظاهر والطموح الزائد يقدروا يبدلوا حياة إنسان كامل. القصة كتشد بالتدرج ديال الأحداث من حياة عادية حتى كتوقع سلسلة ديال الأخطاء اللي كتقلب كل شيء. وأقوى حاجة فيه هي تحول صفية وصراحة مع الواقع بسبب الخوف والرغبة في المثالية. في النهاية الفيلم كيسالي بلي جواب نهائي وكيخلي المشاهد هو اللي يكمل القصة. واش غادي تبدل صفية؟ واش محسن غادي يخرج من المشكل؟ ولا الحقيقة جات متأخرة بزاف؟